أصالة بتغني قدام طليقها وبتقول له قدام طارق العريان طليقها ومراته، وتقول له فوق فوق بقى وخليك في حالك. انا بقلد يا جماعه ومالكوش دعوه بالتقليد اللي انا قلدته دلوقتي ده في حفل جوي اوورد. ما علينا يعني. فمهم إن الفيديو ده انتشر كتير جدا على السوشيال ميديا وكل حتة والتيك توك وكده. فقالوا ان هي بتغني قدام طليقها وبتغني له الاغنيه دي بقى وبتلقح والكلام ده. يا جماعه اصلا متجوزه يا جماعه، عيب كده والله العظيم. والتاني برضك طارق العريان متجوز، والاتنين والاربعه موجودين في نفس المكان. مش معقوله اصلا يعني بالغباء ده كله انها تعمل كده، يعني إنها يعني تلقّح على حد أو الكلام ده. لأ طبعًا، أصالة يعني شخصية محترمة وأكيد هي يعني محافظة على شعور جوزها برضك جوزها اللي معاها. فما أعتقدش خالص إن أصالة بتعمل كده خالص، لأ، يعني مش شايفة إن أصالة تعمل كده. دي بقى مرات طارق العريان اللي هو طليق أصالة. فبصراحة لأ، أنا مش مع أنا حاسة إن هُم الناس اللي بتعمل كده ناس يعني حاجة سخيفة بصراحة. يعني ليه يعني يقولوا على أصالة كده أصلًا يعني؟ فأنا حاسة إن أصالة أكبر من كده بكتير ومحترمة جدًا، ومش إن هي تقعد تلقّح على حد وهو أصلًا خلاص الموضوع انتهى وهي اتجوزت وشافت حالها وهو اتجوز وشاف حاله فخلاص يعني. يا جماعة اللي بيتفرج على الفيديو لحد دلوقتي يا ريت يكتب لي في الكومنت أنا قلدت وِحِش والّا لأ؟ أنا أكيد قلدت وِحِش أنا عارفة، ويحط لايك وكومنت.